ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم موتانا وارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. بصوا حبايب قلبي، انا النهارده والله العظيم كنت صاحيه من النوم، قلت اعمل لكم روتين جامد في المطبخ وفي الشقه. بس انا مش راضيه عن الشقه، يعني انا عايزه اصور لكم الشقه اما ابقى راضيه عنها. تمام. طيب هي الحمد لله، هي انا راضيه الحمد لله وحلوه وكل حاجه. بس انا يعني ايه، عايزه اوضبها كده، عايزه ايه، مش هفضل بقى انزل قبل وبعد والكلام ده، لا يعني انا بصراحه والله العظيم كنت ناويه اقوم اعمل روتين ومش عارف ايه. بس قلت انا يا جماعه انا لسه شقتي مش متوضبه، بمعنى ايه؟ ان انا اوضه النوم لسه ما جمعتهاش على بعضها، لسه في تعديلات هتحصل. لسه مثلا انا يعني بعت ركنتي بعت الركنه، فلسه عايزه اجيب مثلا ركنه، يعني عايزه اعمل حاجه تليق بيكوا، عايزاكوا كده تشوفوا الشقه تليق بيكوا كده، تبقى حاجه حلوه زيكوا. فقلت خلاص انا هقوم كده اعمل الغدا معاكوا. فقمت كده، كان عندي لحمه طلعتها واشوحها كده. وبس اللحمه بالذات مش بحط عليها حاجات كتير، عشان اللحمه بحبها تحتفظ بطعمها. لكن ال بس كده حبايبي، زي ما انتم شايفين اللحمه انا مش بحط عليها حاجات كتير بقى، زي بهارات وحاجات زي الفراخ وحاجات من كده، وورق لورا والثوم والحاجات دي بحب احطها على الفراخ. لكن اللحمه لا، انا بحبها تحتفظ بطعمها. فبحط بصلايه وطماطمتين وشويه فلفل اسمر وشويه سكر وما بتتشوح بحط ميه وبغطيها، وهي دي طريقه اللحمه عندي، بتبقى جميله قوي. هنا بقى هعمل ايه؟ هدخل بقى كده، عندي شويه مواعين صغيرين مكان الفطار ومش عارف ايه. قلت خلاص والله ايه، هعملهم كده في ثواني وانا واقفه. ولا انا شايفاك يلا، بصوا بيخليني بتكلم ويروح يفتح الباب عشان صوت ونوسه يبقى عالي وايه، ومش بعرف اسجل. المهم يا جماعه، بصوا انا ايه، انا عندي بصراحه، انا مش هقول لكم انا مش يعني مش في امكاني اجيب، بس انا عليا مبلغ، يعني مبالغ بسد فيها الاول وبعد كده اجيب اللي نفسي فيه، يعني انا مش مستعجله. دي حاجه. تاني حاجه، انا مش عارفه يا جماعه والله العظيم انا مش مهتميه قوي يعني الفتره دي باكلنا وبشقتنا قوي. ليه بقى؟ لان انا بصراحه يعني انا من غير محمود بصراحه ما مش بناكل كويس قوي. فانا بقى مكان محمود هنا كنت اقعد بقى اشكل الصينيه واعمل مش عارف ايه. لا على فكره يا جماعه، احنا بناكل يعني في ثواني في ثواني كده، يعني مش ما عدتش بعمل يعني مثلا السنجاري، ما عدتش بعمل سنجاري في البيت خالص ولا بشتريه من بره، لان محمود مش هنا. فانا بصراحه كنت بقعد ايه، اعمل اكل جميل ومش عارف ايه، ببقى فرحانه ان هو راجع من الشغل وهنحط الاكل وناكل سوا ومش عارف ايه. اي واحده متجوزه عارفه دخلت جوزها عليها بتبقى عامله ازاي. ف المهم، فانا نفسيا والله مش احسن حاجه، يعني انا الحمد لله كل حاجه بقت متوفره لنا، بس برضو انا مش احسن حاجه. يعني انا بصراحه يعني محمود بالذات بالذات محمود بيبقى مقصر معايا، يعني بزعل قوي ان هو مش معانا. اي واحده جوزها بعيد عنها بتبقى يعني لا مش زي اللي جوزها معايا. يعني انا طول ما محمود كان هنا كنت اقعد انقل في الاوض، اغير في شكل مش عارف ايه، اعمل مش عارف ايه، عايزه يجي دايما يلاقي البيت فيه تغيير، يلاقي البيت حلو، يلاقي الاكل حلو، يلاقي شكلي حلو، مظهري حلو. دلوقتي يا جماعه انا مش مهتميه باي حاجه، نفسيا مش احسن حاجه ولا جسديا والله العظيم. يعني انا مش يعني مش عارفه، بس انا يعني ايه فرحانه بقى بالشقه. يعني نفسي ايه، بقعد كده طول ما انا قاعده اصمم في دماغي حاجات ان انا هعمل كذا، طب لا انا هعمل كذا، طب خلينا ابدا بكذا، طب هبدا ومش ببدا والله العظيم. يعني كل يوم اخطط واقول يا رب ارزقني، طب يا رب سد ديني، انا عايزه اول ما اسد الدين دهوت انا هعمل كذا، اول ما مش عارف ايه انا هعمل. كلنا كده والله العظيم، بس الظروف معايا انا اليومين دول مش احسن حاجه. بقول الحمد لله يا رب، الحمد لله. فادعوا لي يا جماعه بالله عليكم، لان انا خلاص والله العظيم يعني جبت اخري بصراحه زي ما بيقولوا كده. كل ما انوي اجيب حاجه الاقي، يعني انا الحمد لله سددت ناس كتير، بس والله العظيم لسه لحد دلوقتي برضو عليا مبلغ برضو لسه بحاول ان انا اسده، عشان حتى يبقى
لو السنه دي حتى مش هعمل حاجه اقول مش مهم السنه دي، السنه الجايه باذن الله بقى تبقى لينا. طب مش عارف ايه، طب دايما بحاول اصبر نفسي وافرح نفسي. بس والله العظيم انا يعني الحمد لله ادعولي. هو طبعا كل حاجة مش بتتبنى في يوم وليلة، اللي عايزة صبر. بس الحمد لله الحمد لله انا راضية والله.